إذا جربتوا هاي الكبة مرة رح تعتمدوها لكل مناسباتكن. كبة مقلية بدون هبرة أو بطاطا أو طحين وسهلة وسريعة، ورح قلكن على السر لتزبط معكم من أول مرة، ورح تطلع مقرمشة من برا وطعمتها كتير طيبة. كمان رح قلكن كيف تحتفظوا فيها بالفريزر. ما تنسوني من اللايك وتعالوا معي لنحضر أطيب كبة. أول شي رح جهز البندورة. عندي 4 حبات من البندورة، غسلتن ونشفتن ورح أشيلن الراس الأخضر يلي فيهن وقطعن لمكعبات كبيرة بهذا الشكل. طبعا هون كمية البندورة بتناسب كمية البرغل يلي رح استعملها. بس خلصتن تقطيع رح حطهم بالصحن وهيك صاروا جاهزين إني اشتغل فيهن. عم استعمل هون مكانة الكبة رح أبلش أطحن بالبندورة يلي قطعتها. طبعا حاطة العين الناعمة على المكنة حتى يطلعوا معي ناعمين. حطيت كمان مصفاية فوق الجاط حتى البندورة المطحونة تنزل فيها والمية اللي بتطلع منها تضلها بالجاط. بس طحنتن وصاروا هيك رح خليهن على المصفاية، والمية اللي طلعت من البندورة أكيد ما رح كبها، رح خليها على جنب لأرجع استعملها بعد شوي. لعجينة الكبة بدي 4 كاسات من البرغل الناعم. أكيد البرغل نقيته كتير منيح ورح غسله بالمي، ورح أرجع صفيه حتى أقدر استعمله. بنفس مكانة الكبة رح أبلش أطحن البرغل مع البندورة، وأنا عم أفرمن رح أضيفلن حبة من البصل. إذا لقيتوا البرغل عم ينزل بصعوبة من المكنة فيكن تضيفوله شوي من مية البندورة اللي طلعت معنا. لأنه البرغل رح يكز على مية البندورة مشان هيك رح أطحنه أقل شي 3 وجوه حتى أتأكد إنه حبة البرغل فتحت وشربت المي حتى تطرى معي بعدين. كل ما خلصت وجه الطحن رح أرجع أطحنه مرة تانية. هاي العجينة بعد ما خلصتها طحن عملتن 3 وجوه على المكنة. هلأ صار فيه ضفلن البهارات يلي هي نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من 7 بهارات، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من القرفة الناعمة. رح أفضيهم فوق البرغل. والبهار الأساسي بالكبة يلي هو المردكوش رح أضيف معلقة صغيرة. ولحتى أعطيها قرشة حلوة وتربط معي رح أضيف معلقتين كبار من السميد الناعم. والمي اللي طلعت معي من البندورة رح أبلش ضيفها شوي شوي وأنا عم أعجن. رح أدعكن كتير منيح حتى تتشرب حبة البرغل كل البهارات اللي ضفتها وتفتح وتصير طرية. المردكوش هون أساسي، لا تستغنوا عنه بالوصفة، بيعطي الكبة نكهة كتير طيبة. كل ما لقيت عجينة الكبة محتاجة مي وأنا عم أدعكها رح أضيف من مية البندورة اللي طلعت عندي. بكبة البندورة هاي لازم البرغل يندعك كتير منيح حتى تفتح حبته مزبوط. بس صاروا هيك بهذا القوام معناها صاروا جاهزين. رح أغطيهم وخليهم على جنب يرتاحوا لجهز الحشوة. الحشوة اللي رح جهزها ما فيها لحمة أبداً. بمقلاية على النار رح أحط فيها شوي من الزيت النباتي. عبين ما يحمى الزيت رح أفرم 3 حبات من البصل لمكعبات صغيرة. كمية البصل هون رح تكون كتيرة شوي لأنه الحشوة ما فيها لحمة. بس خلصتن تقطيع رح أضيفهم مباشرة فوق الزيت. بقلبهم وبخليهم على نار وسط حتى يبلشوا يدبلوا. لا تخافوا من كمية البصل مو كتيرة أبداً لأنها رح ترجع تدبل بعدين. بس دبل البصل وبلش ياخد لون رح أنزل فوقه المكسرات. عم استعمل هون جوز فرمته ناعم مثل ما شايفين. كمان رح أنزل فوقهم لوز مفروم ناعم.
المكسرات هون اختيارية، ضيفوا النوع يلي بتحبوا، فيكن تخلوها جوز بس بالحشوة أو تحطوا لوز وجوز مثل ما أنا عاملة. رح أقلب المكسرات اللي ضفتها مع البصل حتى تبلش تتحمص. بس تلاقيهن أخدوا لون رح أضيفلن البهارات. البهارات هون هي نفس البهارات اللي ضفتها لعجينة الكبة، ملح، فلفل أسود، القرفة، و7 بهارات. بقلبهم مع بعض حتى تتوزع البهارات عليهن كتير منيح. هيك صارت الحشوة جاهزة. رح أشيلهم عن النار ورح أصبهم بزبدية. رح أخليهم يبردوا منيح قبل ما أشتغل فيهم. لازم خلي الحشوة تبرد على الآخر قبل ما استعملها. لبلش أعمل قراص الكبة رح أجهز المي اللي بدي غط إيدي فيها. رح أضيف معلقة كبيرة من النشا مع شوي من المي، بحركن سوا حتى يدوب النشا منيح. رح أغط إيدي بالمي والنشا ورح أخذ قطعة من عجينة الكبة ورح أبلش أفردها بهذا الشكل. رح أخلي العجينة رقيقة، ما رح سمكها أبداً. بس شكلتها هيك رح أحشيها بكمية منيحة من الحشوة. لسكر الكباية رح أرجع أغط إيدي بالمي والنشا وبلش بسكرها منيح. زبط لها شكلها، إذا في حبة برغل طالعة أو تشققات رح تروح. هذا النوع من الكبة فيكن تخلوها هيك نباتية أو فيكن تحشوها لحمة ناعمة مقلاية مع بصل ومكسرات. طبعا هالشي اختياري بيرجع إلكن. السميد يلي ضفته للعجينة رح يخلي لي إياها تربط وما رح تفلش أو تفتح وقت القلي. بس تحشوا الكباية حاولوا عبوها كتير منيح بالحشوة، بتطلع أطيب. شوفولي ما أحلى هالكبايات كيف طالعين، مو مشققين أبداً وشكلهم كتير حلو. إذا بدكن تفرزوهن لازم تدخلوهن على الفريزر وهن هيك لحتى يجمدوا. بعدين بتعبوهن بأكياس وبتفرزوهن، أو فيكن تقلوهن دغري مثل ما رح أعمل أنا. طبعاً رح أقليهم بزيت غزير، لازم يكون الزيت حامي كتير منيح. بلش بنزل فيه قطع الكبة وما رح كتر كمية بالزيت حتى ما يبرد. لحتى حركن أول شي ما رح أحط معلقة بالزيت حتى ما تكسر حبات الكبة. رح حركن بهي الطريقة. بس لاقيهن أخدوا لون صار فيي استعمل المعلقة لحتى حركن. شوفولي على هاللون الذهبي الحلو يلي أخدوه، هيك صاروا جاهزين. رح أشيلهم مباشرة من الزيت. الزيت يلي عم اقلي فيه الكبة لازم تكون حرارته وسط، والنار ما لازم تكون خفيفة أبداً. إذا كان الزيت بارد ونزلت قطع الكبة فيه رح تفلش وتفتح بقلبه. فيكن كمان تقلوهن نص قلية وترجعوا تفرزوهن بعد ما يبردوا. وبس بدكن تستعملوهن بتشيلوهن مباشرة من الفريزر على الزيت الحامي وقدموهن وهن سخنين مع دبس الرمان أو الليمون. كبة ولا أسهل من هيك، شكلهم كتير حلو، مقرمشين من برا وطعمتهم كتير طيبة. جربوها على طريقتي ورح تحبوها أكيد. ما تنسوني من دعمكم بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، وبشوفكم بفيديو جديد.